شلونكم متابعين؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا هاي طلبية جتني، اكثر المتابعات يسألني شلون نحسب الارباح ونحسب التكلفة. طبعا متابعيني ما يراد لها شي سهلة. هسه مثلا هاي الطلبية عندي مال تراب الملوك، شوفوا المعادلة راح استعملها وراح اذكر الاسعار وش قد تربح. هسه مثلا عندي ذبيت كريمة السائلة سعرها 5000، هذا الحليب سعره 1000 المكثف، وهذا القيمر العلبة الكبيرة سعرها 3000. قد صارت 8000. هاي مثل ما جاي شوف راح اضربها 5 دقائق بالخلاط. خاف واحد يعني ما شايف طريقة تراب الملوك خلي يستفاد، يعني الإعادة استفاد. مثل ما جاي يشوفون 5 دقائق ضربتها بالخلاط. تكلفة مال هاي الخلطة 8000. هاي طلع لي عدد زين يعني مال علب مال تراب الملوك وحجم زين يعني. هسه راح اسوي لكم. هنا عندي بسكت ب2000، سعر العلبة الوحدة بربع 8 علب كسرت الناعم. سعر الزبدة الأونة 500، هاي جد هاي 2.5، وعندي من هناك 8، هاي 10.5. طبعا الدرزن مال علب البلاستيك اللي راح اخلي بيها تراب الملوك سعرها 50 علبة ب5000. راح احتاج انا جيت 25 اقسم 25 50 ب5000، 25 ب2.5. عندي من هناك 10.5 اني. صار عندي تكلفة مال تراب الملوك 13,000 ضبط. وياي متابعيني ايش قد راح اطلع انتاج؟ راح اطلع انتاج 25 علبة. 25 علبة اذا بعنا ب1,500 مثلا، احنا بالمحل نبيع ب1,500، ايش قد راح تصير؟ راح تصير 25 و 25,000 و 25 قطعة على 500، 20 ب10، راح تصير عندي 10.5، 35.5. إذا القطعة ب1,500. هاي يعني طلبية بايعها جملة العلبة ب1000، 25 علبة طلع الإنتاج عندي ب25,000. التكلفة مال المواد 13، إذا الربح مالتي أنا قد 12,000. مثال أنتم مثلا تشتغلون بالبيت وعندكم مجموعة أسواقات أو سوبر ماركتات، مثلا تبيعون بالأسبوع فد 10 محلات، كل محل كل 25 علبة تربح 12,000. هاي فوق 100,000، خير من الله. هسه راح السنة البنات احنا ما نقدر نطلع شلون نسوق. طبعا هكذا التواصل الاجتماعي هسه الفيس، البيجات الممولة تقدرون تسوقون بها وتبيعون. مثلا اخوك، زوجيك، انت تقدرين مثلا اذا اسواق مثلا يومكم تقدرين تحكين اياه وتقدرين تروجين بضاعتك وتبيعيها. طبعا هاي الطريقة مالتي اني 8 ايام فوق 9 ايام ما يخرب تراب الملوك، بحيث من تبيعين انت لو المحل مطمئنة وراسك بارد انه ما راح يرجع عندك تالف. وجربوها ورزق على الله وانا بخدمتكم. اي طلبية طبعا تجيني انا منها هيجي اشتغل مثلا كمية هيجي راح احسبها واحسب لكم التكاليف واقول لكم اياها ويا طريقة الشغل. ها مثل ما جاي شلون انا ناشر طريقة. طبعا فيديو من 3 عن تراب الملوك هذا حتى حسبت لكم التكاليف، لان هواية يقولون التكاليف ما نعرف شلون نحسب. ها حسبت لكم التكاليف، انتوا يجي تحسبون حتى مثلا بالكيك بغير شي تحسبون المواد، وانتوا بعدين تطلع الارباح ايش قد عندكم وتسعرون باللي يصرف لكم. انتوا المهم تبيعون بس شنو يصرف لكم انتوا، لان هذا هم تعبكم وتدللون وانا بخدمتكم. اي شي تريدوه بعد باللي كتبوا لي اياه بالتعليقات. طبعا انا ما ناسيكم على مود طرق الكيك، بس الفرن الله شاهد ما واصلني، بس يوصل الفرن لان انا موصي منه يعني محافظة مستخدم اشتريته من صديقي لي، بس يوصل لي انشر لكم كل الطرق حتى مقادير مال البيت تدللون عليه. في امان الله. شوفوا مقطع جديد ان شاء الله.